السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله اخوي موسى، تفضل. وعليكم شلونكم السلام. عيني؟ حياك الله، تفضل موسى. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بعض الأسئلة. تفضل موسى، حياك، تفضل. اكو شخص كردي من زاقو قال لي اريد اناظر الشيخ حول شو اسمه قضية عمر وعائشة، ودز لي الرقم مالته. هاي 4. احد المؤمنين سألني سؤال واريد اوصل لك اياه. قال دزيت كتاب للشيخ اسمه كتاب الافق في افق المدرستين، فهذا الشخص يريد هذا الجواب. زين، وانا اكو في القضيه رابعه انه يحز بنفسي بمنطقتي ومن الشيعه انه يدافعون عن عائشه دفاع مستميت. زين، الخامسه قناه المستقله وقناه الفائده المسيحيه جاي انه يحشون عليك حكي مو طبيعي، وانا يعني حقيقه قلبي مجروح من وراء هاي القضيه شيخنا. يعني انا مدمن على القناه مالتكم وما احب انه احد يمسك بشيء واحد. زين، شغله انه الاخيره اخ عبد الله. نعم. انه انا سوينا العنف عائشه 1000 مره، فضيفوا لي اللعنه مال عائشه 1000 مره، وانا هذا اللي عندي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين، ولعن الله اعداءهم الى ابد الابدين، ولا سيما ابا بكر وعمر وعثمان ومعاويه وعائشه وحفصه وهند وام الحكم وبني اميه وبن العباس وقتله الامام الحسين لعن عاد وثمود. أحسن سماحة الشيخ، في بعد الأسئلة مثلا هناك شيخ كردي يريد مناظرتك، أنا سألته قال لي مدرس، فما أعتقد أنه مشهور. احنا قلنا أنه شرط المناظرة أن يكون الشخص ممن يرغب بمناظرتنا في مستوى معقول من الشهرة والمقبولية عند المجتمع البكري، بحيث أنه إذا ما هزم لا يقول البكريون هذا ما كان يمثلنا، هذا مستوى ضعيف، هذا احنا مثلا مو من الأكابر. عرفتوا؟ احنا قلنا هذا الكلام. ليش؟ لأنه أدري أنه إذا بعثوا فرد واحد ليس له تلك الشهرة والمقام، فلهم بعد ذلك أن يفروا، لهم بعد ذلك أن يقولوا إنه هذا لا، أنت ناظرت فرد واحد يعني مو بذاك المستوى. عرفتوا؟ نحن نريد شخص الذي له مستوى معقول من المقبولية في المجتمع البكري بحيث يستأهل التمثيل، ومن ثم يناظرنا، حتى إذا إن شاء الله تعالى هزمناه لا يقال هذا ولا يتذرع بهذه الذريعة. فما أتصور أنه هذا الشخص يعني يمكن أن يكون أهلا، وما زالت الدعوة قائمة، وما زلنا نطلب من كل من يستطيع أن يضغط على دعاة البكرية الكبار أن يتقدموا للميدان. في كتاب شيخنا اتصل علي موسى قال لي هذا الكتاب قرأ الشيخ وانت وجهت لكم السؤال. أي هذا الكتاب وصلني، نعم، وتصفحته وجهد مبارك إن شاء الله تعالى. مهم سألني نفس السؤال بالبكباش وجاوبته نعم، ظهر مو مصدقني أحول السؤال السؤال هناك شيعة يدافعون عن عائشة باستماتة. لا أعلق على هذا الموضوع، هواية بعد علقنا وهذا موضوع يثير أعصابي. احنا ناخذ مجموعة اتصالات. نعم بعد